عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. أهلا بيك، وحشتوني. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى كده هنعمل مع بعض كيكة تحفة تحفة تحفة. حطوا تحت كلمة تحفة دي 100 خط. تمام. هنعمل كيك شوكليت بتوفي، صوص التوفي. وكمان هناخد توبنج اللي هو بتاع التشيز كيك هنحطه عليه، وهنعمل كمان صوص شوكليت من فوق كده يجنن. هنبتدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 3 بيضات، معايا نص كوبايه سكر، فانيليا، معلقتين 2 نشا، معلقه وربع كده كاكاو دارك، ربع كوب لبن، معلقه صغيره بيكنج باودر، ذره ملح، كوبايه الا ربع دقيق، وثلاث بيضات. تمام. اول حاجه كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنزل كل المواد الجافه الاول هنا كده. عشان ايه؟ اخلي البيكنج باودر يختلط كويس جواهم. معاها كمان النشا كده. تمام. معاهم الكاكاو، معاهم البيكنج باودر، معاهم ذره الملح. تمام كده. هنقلبهم كويس ونخليهم ايه على جنب كده جنبنا. تمام. ده كده اول حاجة عملناها. اول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم في الكيك، اول حاجة نبقى فاتحين الفرن، علشان خاطر من عوامل نجاح الكيك ان احنا لازم الفرن بتاعنا يكون سخن. تمام كده. كده معايا هنا الثلاث بيضات، 3 بيضات هنزل عليهم بالسكر بتاعي. ادام حطينا بيض وسكر يبقى معاهم الايه، الفانيليا. زي الفل. هقلبهم كويس حتى يتجانسوا كده مع بعض كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره الكيكه سهله جدا. باللبن كده لغايه ما يتجانس. بعد كده هنزل بخليط الدقيق بتاعي ده شويه شويه كده لغايه ما ايه، يدخل كله ويبقى عجينه انسيابيه جميله ناعمه. انا دايما باجي احط دقيق بشيل معلقتين دقيق من اي مقدار كيك بحب اعمله، واحط مكانه معلقتين نشا. النشا بيخلي الحاجات تبقى جميله، الكيكه تخليها هشه وناعمه وتبقى مرفوعه كده وجميله. بصراحه من عوامل نجاحها برضك تحفه جدا. معايا القالب بتاعي اهو. انا دهناه زيت وحاطه له رشه دقيق، وهوزع الدقيق كويس فيه علشان خاطر الكيكه بتاعتي ما تلزق. هصب الكيك بتاعي بقى، العجينه بتاعتي الحلوه دي، في القالب بتاعي الجميل ده، وهدخله على الفرن فورا على درجة حرارة ايه، على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. ونختبرها في الرف الأوسط في الفرن على الشبكة في الرف الأوسط. وهنختبرها بعود خشبي. ان طلع العود الخشبي نضيف يبقى هي كده تمام نضيفة وزي الفل. وممنوع ان احنا نفتح عليها قبل 20 دقيقة. تمام كده. وبعدين هاجي هنا بقى هوزعها كده كويس واديها بتاعتي استوت، وعملت لها اختبار بالستيكس كده. بصوا طلعت نضيفه اهي. تمام. دلوقتي بقى انا هبتدي اخرمها. طبعا انا سبتها استهدت شويه كتير. هبتدي اعمل كده، اعمل فيها شويه ثقوب كده. ليه بقى؟ عشان هنعمل لها تشريبه جميله جدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين عايزه اسلك الجناب بتاعتها كده، عشان ايه؟ أأمن انها بتطلع كويسه زي الفل. زي الفل، قمر قمر. تمام. معايا ايه بقى؟ معايا لبن، نص كوبايه لبن، ومعايا ايه، معلقه سكر او معلقتين سكر، كل واحد يحط ايه حسب اللي هو عايزه. تمام. هندوبهم كده في قلب اللبن كده. هدوبهم وايه، وهعمل هي ده التشريبه اللي هشربها للكيكه بتاعتي. دلوقتي هشرب الكيكه بتاعتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
دلوقتي بقى هنعمل ايه الخطوة اللي هي التالتة. عملنا اول حاجة الكيكة، تاني حاجة التشريبة بتاعت الكيكة، تالت حاجة هنعمل التوفي بتاع الكيكة. معايا هنا نص كوباية سكر هحطها في الحلة هنا معانا كده، ومعايا مكعب زبدة صغير كده، ومعايا نص كوباية لبن، ومعايا معلقتين نشا، يعني خلي النشا معلقة او معلقتين في اللبن، تمام كده. ومعايا كمان معلقة كبيرة ممسوحة بودرة لبن كريمة لباني، تمام كده. هنروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا حطيت السكر بتاعي اهو. طبعا مش همدي اي معلقه ولا اي حاجه فيه خالص، هسيبه يسيح وعلى ماله كده ويكرمل بدون ميه بدون اي حاجه خالص. ومعايا طبعا اللبن اهو، هدوب فيه معلقه اسمها ايه بودرة الكريمة اللباني، هدوبها كده فيها كده. وهدوب كمان معاها معلقة نشا كبيرة كده حلوة مع بعض. لازم كل ده يتقلب ايه على البارد، تمام. على البارد كده مع بعض. ومعايا طبعا مكعب الزبدة، لان اول ما يسيح هنا هيسيح السكر اقوم نازلة بمكعب الزبدة. بصوا ساح ازاي، ساح بقى جميل ازاي، بس لسه فيه تكتلات بسيطه جدا جدا معايا. بصوا لونه حلو ازاي، كهرمانه كده صفرة قمر قمر قمر، يعني مش عارفه اوصف لكم حلو قد ايه ما شاء الله. تمام بقى معايا كده بالراحه لحد ما ايه يفك كده معايا. تمام. مع بقى واحده واحده كده لغايه ما الزبده دي تفك كده. تيجي انزل عليها بقى بايه، بالكوبايه اللبن اللي معانا دي، عشان دي ايه ماده الربط بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده. اهو النشا بتاعي عايز ايه، عايز شويه ميه كمان صغيرين او شويه لبن كمان، وهتفك هي مع نفسها هنا وهتبقى زي الفل. تمام. بص هحط له كمان شقشاق لبن كده وبس خلاص. انا التوفي بتاعي جميل وقمر قمر قمر قمر، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ها حطيت شويه لبن كمان اهو كده خلاص زي الفل. مع بقى وايدي فيه ما بسيبهوش، ها ايدي ما تقلقوش لما تلاقوه كلكع شويه، هو بيفك تاني مع السخونيه كلها، بتفك تاني على طول. تمام. عشان لما احطه على الكيكه وجع يعني يعمل طبقه طبقه كده على الكيكه، نعرف ايه تبقى جميله كده ما تبقاش سايحه خالص. تمام. فعشان كده انا زودت شويه صغيرين بس النشا معايا هنا. تمام. يعني عايزاها زي ايه، تكون زي المهلبيه السايبه كده، مهلبيه متوسطه. تمام. مش سايبه، مش مهلبيه سايبه، مهلبيه متوسطه. انا كده زي الفل. وزي دي في الطبقه الثالثه معايا هنا كوبايه كريم شانتيه، كوبايه كريم شانتيه يعني كوبايه الكريم عليها كوبايه لبن كوبايه ميه مثلجه كده مع بعض كده الطريقه دي. مش بحب احط الميه كلها او اللبن كله، بسيب شويه لو احتجت بحط، ما احتجتش يبقى خلاص، يبقى انا كده في الامان. وهقلبها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خليه كده هنا على جنب هنا. ونفس الوقت هجيب الجبنه بتاعتي، الجبنه ديت كوبايه جبنه هي كمان كده، جبنه كريمي بتاعت الحلويات، واحط عليها شويه سكر، احط عليها شويه سكر بودره، كل واحد بقى يحط على حسب هو حابب ايه، ورشه فانيليا زي الفل. وهبتدي اضرب برضك. هنزل الكريم شانتيه على الجبنه بالسكر اللي ضربناها مع بعض كده، نخليهم يندمجوا مع بعض، وندوق السكر نشوف السكر مناسب لينا ولا لا. هضرب الاتنين مع بعض بقى. ودلوقتي هنبتدي ننزل بقى الطبقه الثالثه على على الكيكه بتاعتنا الكريمه دي ما شاء الله.
وهنبتدي نوزعها بقى عليها كده، بحيث ايه تعمل طبقة كده حلوة مناسبة كده جميلة فوق الوش كده، طبقة كويسة. وهنبتدي نسوي السطح بتاعها كده التشيز. تمام كده، هندخلها بقى الفريزر او التلاجة لمدة ساعة كده وحاجة، الطبقة دي تتمسك، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. شوكولاتة كده ايه دارك، هكسرها عشان اعمل اخر طبقة في الكيكة بتاعتنا، اللي هي طبقة ايه جناش. تمام، حلو قوي. دلوقتي بقى معايا الحلة اهي على النار، ومعايا شوية لبن كده، واول ما شويه اللبن دولت زي ربع كوبايه لبن، اول ما يغلوا هنزل عليها الشوكولاته على طول عشان تسيح. دلوقتي اللبن بتاعي غلي اهو، هما شويه صغيرين قوي، فايه هنزل عليهم على طول الشوكولاته بتاعي كده، وايه افضل بقى ايه اقلبها كده يمين شمال، واطفي النار عليها عشان ايه تسيح بقى هي بقى كده مع نفسها. تمام، عشان نشوف بعد كده هنعمل ايه. ودلوقتي ديت اخر مرحله خلاص، هي دلوقتي جمدت معايا، وسيحت الشوكليت اهو، هنزل عليها الجناش ده بقى كده، اوزعه كده فوق الوش بتاعها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 بجد. تمام كده، وهوزعه كويس، وبعدين تاني هسيبها تاني تدخل التلاجة لحد ما يجمد تاني، ونشوف هنعمل ايه. خلاص احنا كده مش هنشوف هنعمل ايه، كده احنا منتظرين ناكل. اهي، شوف توزيع حاجات سهله ازاي وجميله ازاي، ما شاء الله. بس انا خلصت الكيكه بتاعتي خلاص اهي، بقت في منتهى الجمال والروعه، مش قادره اقول لكم حلوه قد ايه وجميله قد ايه، ما شاء الله. بصوا الطبقات بتاعتها باينه ازاي من الجنب، بصوا بصوا، ما شاء الله عليها، ما شاء الله. يا رب تعجبكم بإذن الله تعالى. لو حابين بقى تجرنشوها بشوية لوز، عين جمل، بندق، زي ما تحبوا كده، بالطريقة دي هتدي الشكل حلو قوي وشيكة وجمال بصراحة كده. بس مش كل البيت طبعا بيحب عندي الحاجات ديت، فايه زي ما تحبوا، انا بديكم الفكره كده، واللي انتوا حابين تعملوه اعملوه. لو كان بقى عجبكم انا خلصت. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا ما شاء الله، الطبقات تجنن تجنن تجنن، كانها قطعه جاتوه، كانها تورتايه، يعني حاجه واو 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 بجد. يعني تاكلوها يا رب في الهنا وفي العافيه باذن الله تعالى. مش قادرة اقول لكم يعني مبسوطة قد ايه. كان معكم مطبخ هند، ويا ريت تعملوا لي لايك وشير وكومنت، وتفعلوا السبسكرايب عشان يوصلكم كل اشعار فيديوهاتي. تاكلوها يا رب في الهنا وفي العافية بإذن الله تعالى. لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.